الفكرة تاع هذا الفيديو اللي راني درتو راح تعجبكم بزاف وراح تدعوا لي دعوة الخير على بالي، وهذا واش يهمني انا. حبيت نوريكم طريقتي كي تتكسر لي الحاجه وكيفاش نديرها باش نلوحها في الصلاحه وما نخليهاش تاذي عمال النظافه برا. كما راكم تشوفوا انا عندي هذه البراده اللي غير صالحه، كانت غير صالحه للاستعمال. حبيت نكسرها بيدي كما راكم تشوفوا باش نطبق الفكره. انا خليكم تستمتعوا بهذا الصوت ونعاود نرجع. وثاني عندي القرفيه هذه تاع القهوه غير صالحه للاستعمال كما راكم تشوفوا فيها رايحه كاع فيه. اي ثاني حبيت نكسرها بيدي وبالطريقه اللي حبيت انايا باش نوريكم الفكره اللي راني حابه نوصلها لكم ونوريها لكم. زيدوا اسمعوا لي هذا الصوت الرائع وتبعوني نوريكم واش راح نديرو. هنا بعد ما كسرتهم قاع في زوج كيما هذيك القرفيه والبراده تاع الزجاج اللي ما نحتاجهمش. ومن بعد رحت جبت قرعه غازوز فارقه وحبيت انه نقسمها في النص، ما نقسمهاش قاع، نقسم شغل شويه برك كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب الزجاج تاعي هذا كامل. نتوما هذه الفكره طبقوها كي تكسر لكم الحاجه، مش تروحوا تكسروا الحاجه ومن بعد طبقوه. انا برك هذوك ما نحتاجهمش، حبيت نكسرهم بيدي ونوري لكم الفكره هذه. ومن بعد تجملوا قاعيتين هذاك الزجاج في القرعه وتحطوها وتلوحوها في الصلاحه كيما راها كيما هاك. ما تاذي لا الانسان لا الحيوان، ما تقطع الصواشي ما والو. ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره ونخليكم تستمتعوا بهذا الصوت. ما عليا برك نقول لكم حفنوا لي وكثروا لي من دعاوي الخير. ما تنساوش برك تشتركوا لي في القناه وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو وخلوا لي كومنتير. باي باي.